انا قضيت اكتر من 30 ساعة بحلل 80 فيديو لذا ريل ريسبي. ذا ريل ريسبي هي ايجنسي ماركتنج ايجنسي قدرت انها تحقق حوالي 4 مليون على بلاتفورم شبه انستا، وقدرت انها تحقق على تيك توك اكتر من 120 الف، كل ده في حوالي سنة وشوية. فالنهارده هديكوا البلو برنت اللي محدش بيقول لكم عليها، ازاي ان هم من غير ما يحطوا هاشتاجز ولا اوديو ولا فانسي اديتس ولا اصلا ادي، مفيش اي حاجه، فاهم؟ وقدروا ان هم يوصلوا للارقام دي، والارقام دي تجيب كلاينتس بالارقام اللي يعني كتير، فاهم؟ فهم ناس تبان لك الحاجه انها بسيطه وغريبه، انت مش فاهم اي حاجه، وده وراه علم وسر، وده هو السبب انت بتخلي اي فيديو انت بتنزله اصلا ما بيروحش فايرال. انا نسيت اقول لكم، بس كملوا لحد اخر الفيديو عشان في 8 اي بوكس هتاخدوهم ببلاش لو كملتوا، او من خلال اللينك اللي موجود هنا. ف ليتس جو. اولا زي ما انتم شايفين اصلا كل البايو هنا مختلف، يعني البايو في كل بلاتفورم مختلفه، فده بيدي انطباع مختلف. وهم نفسها هم اللي عاملين نانسي بيكس. ارقام نانسي بيكس اهي على تيك توك بس. والنهارده هنتكلم عن السكسس فريم وركس بتاعتهم والهوكس والحاجات الكتير قوي زي ما انتم شايفين، في وجع دماغ يعني احنا هنتكلم عنه. فخلينا نبتدي. الفيجوال هوكس بتاعتهم اهم حاجه في الفيديو بتاعك. الفيجوال هوكس اول ثانيه ثانيتين بتاع الفيجوال هوك تاخدك تشدك لكل فيديو ان انت تكمله، وتعوز ان انت لا انا في حاجه عايز اشوف بتاع شبه ما هم قالوا من شويه. بتاعي نفسي الولاد تبقى هو هنا نفسه حاطط هوك، الازازه اللي ورا دي هوك، هو عمال بيدي هوكات كل شويه في كلامه في طريقته بتاع في الحاجات دي كلها، هو بيشرح اصلا الهوك نفسها. الفكره كلها عامه ان انت بتشد الناس عشان انها تشوف الفيديو بتاعك حتى لو ايه. فاحنا مقسمنا لسب برانشز، خلينا نشوف الاول واحده. اول حاجه عندها في الفيجوال هوكس ان انت تكون إن انت بتعمل حاجات غريبه عشان انت تشد الناس. يعني مثلا انا مش فاهم هو ليه لابس كده، يعني ايه حاطط بقسماطه في بقه، انا مش فاهم. منظر غريب، عقلي اتشد عايز يستوعب، فبالتالي انا اتشدت عشان اكمل الفيديو. والالجوريثم بتحب ان انت تتشد وتشوف الفيديو عشان توريه لناس تانية. ده المفروض ان هو مدير، غريبه انه مدير وهو عمال بيعمل كده وبتاع وبيصب وهو انت مش فاهم اي حاجه ولا انا. هنا دي هوك تانية. انا خايف على البنت دي، ايه اللي هيحصل لها، مش عارف مين، ايه العبط اللي هم بيعملوه ده، هم شركة ولا قاعدين بيلعبوا، فاهم؟ انت مش فاهم اي حاجة. الفيديو ده مليان هوكات بس اهو، يعني اول حاجة كده بعدها بيرموا الشبشب، بعدها تاني فيديو عبارة عن هوكس بس انت بتتفرج عشان تهوك. يعني انت الفيديو مفيش لقطة فيه ما خلتنيش ان انا اتشد تاني. ف شاطرين قوي هم في حوار الهوكس. المهم وهم بيعملوا لك حاجه اسمها سربرايز انتري، يعني بيدخلوك دخله انت مش فاهم اي حاجه، انت مش فاهم اي حاجه ولا ايه العبط اللي بيحصل ده وبتاع. يعني ده مثلا كان بيقول لك يلا بينا برين ستورمنج علامات بطيء، بص او بعدها قرب لك على دي وبعدها يخبط وبعدها دي تاني، كل حاجه هوك 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 هوك. والالجوريثم بتحب الهوكس. المشاهد بتاعتهم كلها ما بتعديش الثانيه ثانيتين بالكتير، ولو هيعدوا كده فبيعملوا زوم ان وزوم اوت، حركه بتبقى صايعه شويه عشان انت تفتكر ان ده مشهد تاني، بس خلاص يا وانا مش عارف مين، واصلا انت مش فاهم اي حاجه، وايه الناس دي وايه ايه العبط اللي بيحصل، انا مش فاهم اي حاجه. بعدها ده بص مقرب لي وشه ازاي كده، ايه ده يعني، بص كل شويه انا مش فاهم اي حاجه ولا انت فاهم اي حاجه، وهو ده اللي هم عايزينه. الانجلز اللي هم بيستخدموها في الفيديوز كلها بتكون دايناميك انجلز، يعني كده كده كده، وانا ودايما بيحطوا لك راندوم اكشنز وهم معتمدين على ده. يعني مثلا بيشرب شاي بالنعناع، النعناع كتير قوي، والشوكة طبعا بتاع عشان انت تتشد والعبط الكتير ده. فبالتالي ان هم فيديوهاتهم معتمدة على حاجة اسمها السخافة الطبيعية، ودي اللي هم بيعملوها في كل فيديوهاتهم، ولا مرة اتكلموا عن خدماتهم ولا عن اي حاجة بجد. ودي حاجة تخليك انا مش فاهم. بالنسبة للأصوات هم بيستخدموا فاني وجاجلينج، يعني حاجات بتضحك وحاجات فاني كده، تمام. ترند ساوندز، يعني مثلا صوت بتاع مش عارف مين، صوت بتاع عوامات اي حاجة عشان تضحكك، فاهم؟ اوقات بيستخدموا حاجات ترندي واوقات لا. الفويس اوفر لازم يكون واحدة صوتها ناتشورال، يعني كده مثلا. طبعا المكتب طلع اصغر من اللي فات بس اخدنا عليه كل ده عشان انت تتفرج. بالنسبة للاستراتيجيك ساوندز بتاعتهم، ساوند افكت بيخلوها تبقى دايما سيلي فاني، مفيش حاجة جد، شباب قاعدين صحاب قاعدين بيهزروا مع بعض. قبل كده هم عملوا سيريز كانت بتتكلم فيها عن ال11 لابس الساوند اللي بيستخدموه بتاع، بس ولا مرة قالوا لنا ايه اللي بيحصل بجد. هم عملوا سيريز كاملة مكونة من 5 فيديوهات بشكل فاني غريب، انت مش فاهم اي حاجة عن الفيديوز اللي هي، يعني هوريك مثال. خدت التاسك ده ربع ساعه، انت مخصوم لك ربع يوم. بوست
تيم ليدر مرفوض اعمل كده هتبقى احسن انت بتسمع كلامه ليه؟ ده مرفوض. اسمع كده المدير. خاص التيم ليدر مرفوض. فهم الفكرة كلها ان هم بيلعبوا على روح الدعابة والسخافة الطبيعية، ما هي ما فيش غير السخافة الطبيعية اللي بيعملوها، بس حلو ان هي مش مصطنعة يعني. فهنكمل عشان ما بحبش ان أنا اشرح على مايند مابس دي كتير، فهنكمل اشرح لكم شرح بلدي. هو احنا بنلعب هنا؟ لا احنا عندنا لو دخلت على الفيديوهات بتاعتهم دلوقتي هتلاقوا ان مفيش اي هاشتاج موجود على اي فيديو من فيديوهاتهم. وده ليه؟ عشان دلوقتي الالجوريزم بقت بتفهم وبتقرا بتفهم الفيجوالز بتاعتك، الاوديو بتاعك، بتترانسكريبت الاوديو بتاعك، بتحوله لتكست، فبتعرف تتارجت الاودينس بتاعك صح. ف الهاشتاجز ملهاش لازمه دلوقتي. بالنسبه للكيوردز بتاعتهم بيخلوا الكابشنز دايما تبقى اورجانيك كيوردز، دايما بيعملوا على كلمه معينه وسط الفيديوهات. يعني مثلا وهنا مثلا تمام كلمة معينة وسط الكلام كله بيحط لك باللون ده. ايه اللون ده؟ هو اللون بتاع اللوجو، فاهم؟ البراند ايدنتيتي كلر، ما علينا. الكواليتي بتاعت الفيديوهات بتاعتهم بتكون جود، عادية جدا يعني، كواليتي عادية ولا فيها اي حاجة، عادية عادية جدا. انت بتصور بالايفون فاهم، وما تبقاش تحط هاشتاجز بعد كده. اهم حاجه هما بيعتمدوا عليها وهي الكواليتي بتاعت الانجيجمنت بتاعتهم. دايما في انجيجمنت في كل الفيديوهات في كل حاجه، ودي اهم حاجه عشان انت تعمل الكونتنت بتاعك يجو فايرال والتيك توك يفضل ان هو يوريه للناس يعني. فالريزلت بتاعت ان انت تهتم بالكونتنت والكلام وكل حاجه هتبقى ايكوال وبيتر لما انت تحط هاشتاج استراتيجيز. هيبقى فيه هاير كواليتي انجيجمنت، وهيبقى فيه الالجوريزم بتتعلم منك اسرع وبتارجت ناس احسن بالتالي، وهيبقى فيه هاير انجيجمنت ريتس. ولا مره عملوا على ما قالكش تعالى اشتري من عندنا والنبي يلا احنا عايزينك مش عارفين وسي تي ايز بالهبل وبتاع. لا، هو الدنيا حلوه لذيذه دمهم خفيف وبيخلوك ان انت تتفرج وفي نفس الوقت بيجيبوا لنفسهم كلاينتس. لو انت عايز ان انت براندك ينجح ما تحاولش تعمل كلر ميكسنج كتير في فيديوهاتك وخلي الدنيا بسيطه. يعني مثلا الناس اللي بتحط على الكابشن بتحط لك كام لون مثلا احمر وازرق ايه ليه كتير؟ ليه ده كله؟ هو لون هو لونين مثلا هايلايت ابيض وتايلايت الحاجه. ليه وجع الدماغ ده؟ انا مش فاهم. ومثلا ان هما ما بيركزوش في حاجه واحده، يقول لك احنا رايحين جلوبال، احنا رايحين نتارجت الناس كلها. ما ينفعش يا بابا العبط ده. وطبعا اهم حاجه وهي الكونسيستنسي. فانت كل ما انت تفضل كونسيستنت كل ما الالجوريزم هتطلعك اكتر، وكل ما هي هتكافئك على ان انت بتكونسيستنت ابلود العبط ده كله. فمثلا لو انت بتيجي تعمل الكابشنز بتاعتك اعملها شبه الامثله اللي هنا دي كلها، تقدر تاخد سكرين شوت. مثلا هنقول ماركتنج استراتيجي تمام، هنهايلايت كلمه ماركتنج وكل ده في الكابشنز بتاعتك فاهم، والباقي هيبقى باين عادي. فالفكره ان انت بتلعب على الفيجوالز اللي قدام المشاهد نفسها. بالنسبه للبوستنج استراتيجي بتاعتهم، انت ليه دلوقتي تنزل ما بين الساعه 10 والساعه 5؟ الكومبيتيشن بتكون بس كده. انت تيجي تعمل كونتنت الكواليتي بتاعته عاليه، بالتالي ان الالجوريزم هتفوكس عليه اكتر وهتديه ناس سبيسيفيك اكتر. ما تفضلش تنزل في البيك تايمز عشان بيكون فيها منافسه عاليه قوي قوي قوي. وخد بالك من الانترناشونال ريتش عشان انت لو تارجت ناس بره فتنزل الوقت بتاعهم. الالجوريزم بتقدر لما تكون كواليتي اوفر كوانتيتي، والنتيجه عندها ان انت هيجيلك بيتر الجوريزم ريسبونس، فانت بالتالي هتبقى هاير visibility. خلينا نتكلم بقى عن ارقام الكلاينتس بتوع ذا ريل ريسيبي. هم قالوا لك ان هم نشروا السنه اللي فاتت اكتر من 4000 فيديو، فده معناه ماسيف كونتنت فاليو. الهاير انجيجمنت بتاعهم كان better than traditional times. الاودينس بتاعهم كان more targeted niches وانتراكشنز، والفيراليتي بتاعتهم كانت ما بين 15 ل 20% فيرال ريت. يعني هم في الاول اصلا ما كانش فيه اي حاجه، عمال بدور في كله ايه ده. انا بجد هو عامه يعني هو في الاول زمان ما كانش عندهم انجيجمنت عالي، بس مع الوقت هو بقى عندهم اصلا العادي ان الفيديو بيجو فايرال. بالنسبه للكونتنت بلاننج بتاعهم، هم مستخدمين ان هم السيريز الطويله ايه القرف ده ليه نستخدمها، فبالتالي بيريليه على ان هم يعملوا السيريز الصغيره. لو عايزين تارجت على حسب كل تارجت اعلى سيريز عندهم تبقى 6 فيديوهات مش عارف مين بتاع. هم كلهم ماشيين نفس التارجت او كامبين معينه، بس سيريس لا بتبقى 6 فيديوهات مثلا 4 شبه دي مثلا 8 فيديوهات اطول واحده عندهم. بس كلهم مختلفين عن بعض بشكل، بس فيهم هدف معين. وانت لو واخد بالك من الارقام هنا يعني كلها تقريبا وينت فايرال فاهم. يعني مثلا هنا 500 هنا 2 مليون فاهم. والفكرة ان فيديوهاتهم حلوة وبتشدك. وطبعا هم عاملين ريلي بشكل كبير، يعتبر كل حاجة على الستوري تيلينج. محتواهم قصير وانجيجنج، يعني انت شايف الفيديوهات بتاعتهم عاملة ازاي. يعني بالنسبة للسي تي ايز عشان انت اكيد بتستخدمها غلط، هم كانوا معتمدين على
الاندايركت، يعني هم 90% اندايركت و10% بس دايركت من ان هم يجيبوا كلاينتس. ومن اللي انت حاجات انت بتعملهاش ان انت تقول check our services please contact us now we are the best people in all the world، ما علينا يعني. وان انت تكلمنا، دي كلها حاجات غلط. انت بتعمل اعلان، فالناس مش حابه انها تشوف اعلان وهي عارفه ان ده اعلان. الناس انت لازم تبلفها بكل اختصار. فاللي انت المفروض ان انت تعمله مانجر disappeared don't work with us، هم عملوا كده فاهم. كل ده حاجات بلايفول، يعني حاجات ناس عارفه ان يعني انا مش عارف اشرح. they are probably not right for you. فانت دي ريفرس سايكولوجي، فانت تفتز يعني فاهم، فتبقى الدنيا معكوسه، فانت تبقى يعني فاهم. وان هما ايه الحاجات دي ممكن لا الحاجات دي كبيره عليا انا ايش دراني بتاع. اتعلم، مش هقول لك اكتر من كده. او مثلا سي تي ايه ان هم يقولوا لك ايه احنا خلاص اصلا ما عندناش مكان ومش عايزين حد كده فاهم، بس مش بالشكل ده يعني احنا خلاص اصلا مش عايزين حاجه. فانت في السي تي ايز اشتغل على السايكولوجي، واشتغل على كاريستي بيلدينج، واشتغل على الاكسكلوسيف بوستنج، ان انت تعمل محتوى معين هنا وهنا او حاجه يعني فاهم. تفضل تلعب في الدنيا عشان انت تعمل ايه براند ابيرز سيلكتيفلي. نتكلم على البرفورمانس ريفيو بتاعتهم عشان ما حدش يقول لي ان انا فتاي. هم عملوا حوالي 120 الف حد على تيك توك، وعملوا على نانسي بيكرز حوالي نص مليون كمان مش 400. والكونتنت فاليوم اللي هم نشروه اكتر من 4000 فيديو. وانا معايا كلاينت، يعني انا عارف كلاينتس من بتوعهم شبه سواب وكذا حاجه، واللي في بورسعيد محل الهدوم ده. والفايرال ريت بتاعهم بيبقى من 15 ل 20%، والاندستري افريج في نفس الحاجات دي بيبقى 2 ل 3%. انت تتخيل دي اصلا سوشيال ميديا ماركتنج ايجنسي. فايه الامباكت بتاع ده؟ ان هم اعتمدوا بشكل كامل على الاورجانيك كلاينت اكوزيشن، وده نو بيد ادفرتايزنج. وهم الفكره ان هم دارسين الالجوريثم ودارسين الحاجات دي، فعارفين ان هم يخلوا الكونتنت جو فايرال، فبالتالي كلاينتس يشوفوه، يعني ناس تشوفوه كلاينتس، فبالتالي يجيبوا ناس تشوفهم وكلاينتس وبتاع. بالنسبه للديلي انكويريز بتاعتهم هم عامه يعني ما بيدعوكش ان انت والنبي احنا عايزينك لو سمحت، احنا محتاجينك. ما فيش كده فاهم، اللي هو يعني مثلا لما عملوها كان عشان الباب اتكسر فبعتوا لنا عشان تشتغلوا معانا ونصلح الباب اي حاجه فاهم. وكل ده عامه بيجيب سترونج انجيجمنت. وهم الاندستري بتاعتهم بقول لك الافريج بتاعي بيبقى 2 ل 3%. انت شايف الفرق؟ وهم اللي محلي فيديوهاتهم ان فيديوهاتهم فيها روح. انا نسيت ان انا اقول لك ده ولا لا، بس فيديوهاتهم فيها روح وشبابيه وضحك. فكره ان هم ناس على طبيعتهم. انت لو كنت مصطنع، يعني مثلا لو طلع بقول لك لو سمحت هو موجود عندي الشيء الفلاني، لا ده عبط فاهم. او انا مثلا اطلع اقول لك لا انا اتفرجت وعملت وانا مفيش زيي، وطلع لك بالبدله ومش عارفين. انا كده مش على طبيعتي، ده انا تارجت ناس معينه وحاجات معينه ولا. انا كده دلوقتي على طبيعتي عادي، انا مش فارقه معايا كان حد هيغلط فيا مش عارفين بتاع. فكره ان انا بعلمك حاجه وانا عايزك تنجح. اهم حاجه بقى دلوقتي واللي انتم المفروض ان انتوا تكونوا هنا عشانها. طب دلوقتي يا عمر نعمل ايه؟ بكل اختصار انا هديكم دلوقتي 30 days اكشن بلان بكل الكيس ستاديز اللي انا عملتها قبل كده، عن براند، عن سوشيال ميديا ماركتنج ايجنسيز، عن ناس هنا بره على مش عارفين. خليك عشان الجاي هيبقى اجمد بكتير. وفي على الانستا كيس ستاديز للناس يعني لا فظاع ناس بره، فظاع ماركتنج ايجنسي شبه دي كده. واحده بس هي اللي بتطلع وقدرت انها تجيب اكتر من 1000 كلاينت، وكل ده في سنه. انت متخيل؟ هي يعني الفكره ان انت بتحبكها ازاي وبتعرف ان انت تدرسها. فانا دلوقتي بعد ما درست كيس ستاديز تقريبا عملت 8 وعملت 8 اي بوكس وعملت حاجات كتيره قوي. انا دلوقتي بديكوا 30 دايز اكشن بلان عشان تعرفوا فيها ايه الصح وايه اللي المفروض تعملوه، وازاي ان انت تعمل براند يطلع ناجح ويجو فايرل من اول مره. فخلينا نبتدي ونقسمها لكم على الفاونديشنز والحاجات اللي احنا هنعملها وازاي هنجو فايرل. اول اسبوع ده هيكون هو الفاونديشن بتاعك اللي احنا بنأسس عليه، شبه ما انت بتبني بيت بنحط الطوب في الاول يعني. فالهوكس بتاعتنا هنعمل 20 فيجوال هوكس. لازم ان احنا نعرف الهوكس اللي بنعملها عشان لك شفت اللي يعني كده فاهم اي حاجه. او مثلا ان انا اكون ماسك حاجه في ايدي، او مثلا ان انا اعمل كده والله العظيم يعني، او اي حاجه فاهم. او مثلا واحده بتتخانق اي حاجه، كل دي هوكس. واهم حاجه هي الهوكس الفيديوهات، اذا كانت فيجوالز اوديو. انا قلت لكم كل حاجه عامه عشان انتوا دايما تخلوا الكونتنت بتاعكم يجو فايرل. فهتكون هوكس، وهترموف الهاشتاجز بتاعتكم. الهاشتاجز ملهاش لازمه. لو انا بنشر هاشتاجز فده معناه ان انا مش عايز انا اخلي الفيديو يجو فايرل. خلي عندك في حاجه اسمها 1 سكند رول، تمام؟ ايه هي؟ ان انت دايما السي ان تايمنج بتاعك يكون ما بين ثانيه ل 1.2 اللي مش عارفين بتاع، عشان تخلي اليوزر الكلاينت يبقى انجيجنج، وان هو يبقى متشد كل شويه. يعني انا وريت لكم فيديوهاتهم قبل كده عامه يعني يوم اجازه ان وطلعنا هم رحله يخت، انتوا متخيلين
فيديو هو بص كل حاجه بتقعد ثانيه، مش عارف 100 ثانيه ونص، مفيش اكتر من كده. وهو ده اللي مخليك ان انت عايز تتفرج ومش عارف مين، وكل حاجه انجيجنج وبيغيروا اهو. بص هنا كل حاجه بيغيروا، ما بتكملش ثانيه اصلا. انت تشتغل على الموضوع ده شويه، وان انت تشتغل على حاجه اسمها كريتيف براند فويس. براند فويس مش صوت مش بمعنى حرفي، هو بيكون صوت وشكل وايدنتيتي وكل حاجه عشان انت تخلي البراند بتاعك مختلف، والناس كل انا بسمع الصوت ده فعرفت ان هم سمعت الاسم بريليت لحاجه معينه. كل حاجه بتشتغل عشان تخلي الناس عايزه انها تتفرج عليك. الاسبوع التاني هيبقى الكونتنت استراتيجي بتاعك. هنعمل حاجه اسمها 90 to 10 رول. ال 9 to 10 90 to 10 يعني انت هتبالانس بين الاندايركت ودايركت ماركتنج، تمام؟ فانت هتبقى بكل اختصار 90% اندايركت ماركتنج، 10% بس دايركت ماركتنج. هم عملوا كده 80 فيديو نازل ولا فيهم واحد، يعني 80 فيديو نزل تقريبا مجموعة من 5 ل 15 فيديو مش فاكر بالظبط. هما دول الدايركت ماركتنج، كمان بيعلمك حاجة، انما الباقي كله كان ان دايركت سي تي ايز غريبة أوي. البراند كولرز اختار 2 ل 3 بس في الهايلايتنج، يعني هما هنا في فيديوهاتهم كانوا بيستخدموا يعني مثلا هو الباك جراوند بتاعت الفيديو ده مش مثال صح، الباك جراوند بتاعت الفيديو هما الكولرز بتاعتهم كانت 3 بس. هو اللي هو ابيض وال مش فاكر ده اسمه ايه، هو بيربل ولا مش عارف، واسود واللون ده، وهما بيحطوها هنا اهي. فالفكره انت تستخدم اللونين اللي 3 بس، وان انت كل حاجه هتشتغل على البراند ذا سينز، والناس انها تبقى ايه، انا عايز اعرف وانجيجمنت، خليك على طبيعتك بروحك، فاهم؟ واهم حاجه ان انت بتختار ايه الهدف بتاعك وايه النيش بتاعك وايه التارجت اودينس بتاعك وكل حاجه، وتشتغل على اساس ده. اهم حاجه برضو بنصحك بيها ان انت تشتغل، مش اهم حاجه، من اهم الحاجات ان انت تشتغل على البيرسونال براندنج بتاعك. ولما انت تشتغل عامه اشتغل على حاجه اسمها البيرسونال ستوريز، يعني ان انت تخلي الحاجه بتاعتك بتحكي قصه، بتحكي قصه ناس، ايه اللي حصل، ايه اللي اتنقل، ايه اللي مش عارفين، ده كله بيخلي الناس عايزه تتفرج. وخلي برضو في مايكرو ستوريز كونسبتس، يعني مثلا اللي هو قلت لكم هنا ده كان طويله، يعني طويله بجد. انما الباقي هم مثلا بسبب البتاع دي قدروا ان هم يحققوا تقريبا 30,000 فولورز في الثمان فيديوهات دول، او يمكن 40 كمان مش عارف. اعمل مايكرو سيريس كونسبت، هم عامه ده الشكل اللي هم بيريلي عليه مثلا في حوار لما انا قلت لك على 11 لابس وبتاع. الاسبوع التالت هيكون ادفانسد شويه، انت هتجرب ان انت تتست البوستنج بتاعك ما بين الساعه 10 للساعه 5 وتشوف ايه اللي هيحصل، وتجرب في اوقات مختلفه عشان تعرف انت الالجوريزم حابه ان انت حاجتك تنزل في يعني امتى بالظبط. بس انا بنصحك ان انت تجرب في ليد نايت بوستنج شبه ما انا قلت لك هنا، وتعمل ريفيرس سي تي ايز شبه ما انا قلت لك. احنا مش عايزينكم تشتركوا معانا اصلا، اي حاجه كده فاهم، بس مش بالشكل العبيط ده. وكل ده انت عشان تعمله لازم تكون دارس سايكولوجي او على الاقل فاهم فيها شويه، في كتب وحاجات كتير، وانا حابب ان عامه انزل لكم اي بوكس بتشرح الكلام ده، ومش محتاجه ان انت تدرس سايكولوجي عامه يعني للدرجه يعني. دي مجرب ان انت تعمل لك اول مايكرو سيريس وتشوف النتائج هتبقى عامله ازاي. مش تقولي النهارده اليوم واحد من قصتي في ابناء علامتي التجاريه، تعالوا كملوا معايا عشان نعمل بقصه الستوري تيلينج. خلي بالك من البرفورمانس بتاعك، واعمل تراكنج ليها، الارقام اللي حصلت، ايه النتائج، كل حاجه. ولو انت هدفك هو الارقام بس، فده معناه ان انت هتفشل يا فاشل. فالمهم انت بقى الاسبوع الرابع هيكون كله عن الفول انتجريشن، كل حاجه مع بعضها. هتكون باين اليبس اللي احنا اتكلمنا عنها، كل حاجه حصلت، الفريم وركس اللي انا قلتها النهارده، كل حاجه، عشان ده هو بجد اللي هينقلك، تمام؟ هتخلي البرفورمانس بتاعك تبقى جاست على الريزلت. يعني مثلا انا شفت الفيديو ده طلع فيرال، طب انا اعرف هو طلع فيرال ليه؟ طب اشوف الهوكس، الكلام، الكابشنز، التكست، التايتل، اللي مش عارف مين، وده كله هيخليك ان انت تتفرج، يعني تجيب نتائج احسن واحسن واحسن كل مره، يعني هي واحسن كل مره من فيديوهاتك. بسيطه الدنيا، بسيطه. الناس ما كانتش كده اصلا. الاستراتيجي بتاعك اعمل بلان فور جروث على المدى القصير وعلى المدى الطويل، النهارده، الاسبوع ده، الشهر ده، السنه دي، الست شهور يعني كده، فاهم؟ كأنها شركة. ودوكيمنت السكسس بتاعك، تراك ايه اللي حصل، ايه اللي اشتغل صح، كل حاجة شبه ما انا قلت لك. بالنسبة للفيجوال، بالنسبة للفيجوال ديزاينز بتاعتك، لما انت تيجي تعمل مايند ماب والحاجات دي كلها، انا المفروض ان انا كنت اعمل الكلام ده كله بس ما عملتش اي حاجة. وخلي بالك عامة يعني من ان انت لما تيجي تشتغل عامة يبقى وري الناس الكالرز بتاعتك، اسمه ايه ده، الريزلتس بتاعتك، خليها انها في فرق ما بين الباك جراوند هنا والباك جراوند هنا، والارقام عامه عشان الناس تتشد اكتر. بس هي عامه مش مهتم انك جايب ناس عشان تتعلم، والهوك سيستمز والحاجات الكتير قوي دي كلها. فبس شكرا على الكلام ده. نسيت اقول لكم على حاجه، بما ان انتوا كملتوا لحد دلوقتي ففي مفاجاه،
وهي ان انا اعمل لكم الكيس ستادي دي يعني ده الكونتنت عادي اللي انا بقوله في الفيديو، انما اعمل لكم كيس ستادي حقيقيه كامله، اي بوك مدته 11 ل 13 صفحه، مش فاكر كان كام بالظبط، عن ذا ريل ريسبي بس. يعني هو بيتكلم عن ذا ريل ريسبي هي ازاي وكل حاجه، بيشرح بالتفصيل العميق بس بشكل مختلف. يعني انت عامه مش هتزهق. هو معلش فيديو ما فيهوش صور، بس انا متارجت ناس اللي هي عايزه انها تتعلم، اللي عايزه تستفاد بجد وتعمل فرق. فالاي بوك ده بيشرح لك هم ازاي بيجو فايرل، ازاي تعمل اي محتوى بيجو فايرل، وكمان في 30 دايز اكشن بلان، بكل يوم انت هيقول لك هتعمل ايه في الفلاني، كذا كذا كذا، وخطه كامله. كل ده فور فري عشان انت تعمل فرق حقيقي. هتلاقوا اللينك في الديسكربشن. انا هحاول ان انا احط لكم اللينك كل شويه في الفيديو عشان تروحوا عليه. الكيس ستادي دي ببلاش، لما انتوا تدخلوها هتلاقوا ان انتوا كده اشتركتوا في نيوزليتر. النيوزليتر دي ببعت لكم عليها ممكن اخر الاخبار بتاع، ممكن ان انا بمزاجي، يعني انا بمزاجي كل ده فور فري والله. يا دوبك تضغط الميل هتلاقي ان انت تبعت الميل، هتلاقي ان انت تبعت لك اسمه ايه ده، الاي بوكس اللي بتنزل هتبعت لك تقريبا 8 اي بوكس موجوده دلوقتي، وكل ما هيفضل يتبعت كل شويه وبتاع، هيفضل كل حاجه تتبعت لك كل اسبوع، تتقدر عبال ما تكون خلصت. فاهم انت؟ مثلا كل يوم بتقرا لك صفحه وبتاع. فاستنوا الجاي، استنوا الميديا برودكشن بتاعتنا تكون حلوه. الفيديو ده ممكن يكون ممل، بس انا متارجت الناس اللي عايزه بجد تتعلم. شكرا لكم.